بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الزمالك عدت ولا هيشتريها؟ الزمالك الفرقة اللي ما تعرفش هي مستواها كويس هتكسب على طول، لا هي مستواها وحش هتخسر على طول. الفرقة اللي قادرة تاخد سوبر افريقي وهي مستواها وحش ومستواها كويس تتغلب من اخر الدوري. هو ده الزمالك. ده الزمالك، ده تاريخ الزمالك. مش بس فكره انه ما بيقبلش الهدايا، لا، الزمالك اصلا تقريبا ما بقاش عنده اجنحه ولا يجي يستلم هديه، ما عندوش حاجه. الزمالك اسامي لعيبه لكن فاضي. خلاص مجد الزمالك دلوقتي يتوقف على عبد الله السعيد. طب خلاص يرجعوه سنتين، يرجعوا الزمن، يجيبوا الساعه كده اللي كانت في الفيلم ويرجعوها ويرجعوا الزمن عشان عبد الله السعيد يكمل. ايه يا جماعه؟ ايه يا جروس؟ ايه المستوى ده؟ ايه يا دونجا؟ كل كوره ضرب جزاء ضرب جزاء ضرب جزاء ضرب جزاء. ايه الكلام ده؟ ايه اللي الزمالك عمله؟ ولا اي حاجه خالص. زيزو، مفيش زيزو. في 100 مليون؟ مفيش 100 مليون، يبقى مفيش زيزو ولا اي حاجه. اللعيبه من غير طعم، عادي، ناس لابسين التيشيرتات وبس. هل مجلس اداره الزمالك يقدر يعاقب؟ مش هيقدر. هل مجلس اداره الاهلي كان قادر يعاقب؟ مش هيقدر. ما انا قلت لكم حسين الشحات وحش حلو هيلعب الماتش اللي جاي قصاد بيراميدز، ولا اي حاجه، ولا تعيرني ولا عير. الزمالك كمان في الوقت ده مش قادر ياخد اول الدوري ولا تاني الدوري، حابب انه يفضل كده مبسوط وتمام. يا جماعه بيراميدز والاهلي خلصوا وروحوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه. بيراميدز يتفوق ويوصل الصداره ويفرق 4 بونت ويركب بالدوري ويدلدل ويركب قطار سريع ويحرز الاول بطوله دوري في حياته. تمام زي الفل زي الفل. الزمالك عايز يتفرج. الزمالك عايز يتفرج على بيراميدز وهو بياخد الدوري، وكمان يتفرج على بيراميدز وهو بياخد بطوله افريقيا ويوصل كاس عالم الانديه. احنا عارفين ان اللي هياخد بطوله افريقيا السنه دي هو اول فرقه هتوصل كاس عالم انديه 2029. مش عارف، في حاجه غلط، في حاجات كتير غلط. طب جروس اي اساس واي تفكير كان بينزل شيكابالا؟ طب نزل شيكابالا والمباراه ماشيه حلو وانت متقدم 2-0 والامور مستقره وتمام وزي الفل، نزل شيكابالا يحتفل مع الجماهير ده شيكابالا مش لاقي مباراه يحتفل بيها. ينزل قصاد الاهلي في السوبر الزمالك يخسر، ينزل النهارده الزمالك يخسر. مش عارف. طيب انت على انهي منزل الاسطوره؟ على انهي وسايب حسام اشرف؟ طب انت اصلا كنت بتبدا بحسام اشرف، يعني انت مقتنع ان حسام اشرف هو اللي يبدا. طب النهارده المباراه صعبه، بتنزل الاسطوره ليه؟ ولا يا ناصر منسي حد جنبك قال لك في اخر 5 دقايق 10 دقايق انزل لا هيجيب جول ويخلص، ده الاسطوره بتاعنا؟ محدش عارف. جروس على الاقل، جروس وهو بيخترع هو لسه ما حفظش. ما بالكم وما بال كولر اللي بيخترع. ايه ولو كان امام عاشور احرز اهداف وهو مهاجم كنت خلاص هتوظفه مهاجم؟ يعني انت وظفت كهربا مهاجم، جالك موديست ركنته، بعدين جه وسام ابو علي كنت خلاص خلصت على كهربا، فالمره دي كنت هتحط امام توظفه لغايه ما تخلص عليه. طب امام مهاجم وهو ما بيلعبش براسه؟ مش عارف. طب انت بتطلع مين وبتنزل مين؟ بتلعب ازاي؟ مين اللي كان بيلعب؟ طب ما تطلع فتوح طالما عبد الله السعيد مش عندك ولا اي حاجه. كل مدرب بيخترع وسايبين بيراميدز ينطلق، بيجيب بالستة وبالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة، شغال. أي لاعب في بيراميدز يحرز.